السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بوسي من قناة أكلات مطبخ بوسي. النهاردة زي ما انتم شايفين كده اتطلب مني ان انا اعمل الفراخ المجمدة. طبعا هي منتشرة قوي الايام دي علشان الفراخ العادية غالية، فانا حبيت ان انا اجيبها واجربها معاكم بطريقة تبقى حلوة ويا رب تعجبكم. انا جبت النوع ده، ما لقيتش الفراخ البرازيلي اللي هم بيقولوا نزلت السوق كده، بصراحة ما لقيتهاش حواليا خالص. فبتاع السوبر ماركت قال لي النوع ده حلو وبيطلب مني والناس كلها بتجيبه، وهي اسمها شهدة. انا اول مرة اجيبها. المهم سبتها ساعتين لغاية ما تفك. انا هعملها لكم بطريقة حلوة علشان ما تبانش ان هي مجمدة ويبقى طعمها حلو، وان شاء الله هتعجبكم. او لو انت مش حباها شوفي التجربة وانت قرري تعمليها ولا لا. بعد كده زي ما قلت لكم سبتها ساعتين 3 لغايه ما فكت خالص والثلج ساح منها خالص من غير لا ميه ولا اي حاجه. بعد كده دعكتها بالملح كويس جدا من تحت الجلد وجوه. انا سبتها سليمه علشان هشويها. وبعد كده حطيت ملح وليمونتين كبار كده ونقعتها لمده ساعتين كاملين. وبعد كده شطفتها وسبتها لمدة نص ساعة المية تتصفى منها خالص. بعد كده انا هنا عندي طماطمايه وبصلايه وسط، وعندي بابريكا وسماق وفلفل اسود وبهارات وورق لورا وعسل ابيض وحبهان. انا حبيت احط عليها سماق زي ما قلت لكم، انا هعملها مشويه. وطبعا معايا هنا الملح. هنحط المقادير اللي انتم شايفينها دي في الخلاط. ان شاء الله هعملها لكم بطريقه حلوه جدا، مش هتتخير عن الفراخ المشويه اللي بتجيبوها من بره. بجد النتيجه كانت حلوه جدا وما كانتش باينه ان هي فراخ مجمده خالص. بس علشان اقول لكم لو هتجيبي فراخ مجمده يا مشويه يا اما بروست، لان الفراخ المجمده مش هتبقى حلوه ولا مسلوقه ومحمره زي ما بنعمل الفراخ العاديه، ولا مثلا مع صينيه البطاطس او ان انت تاخدي شوربه منها. انا هنا حطيت الطماطمايه والبصلايه وربع كوبايه ميه في الخلاط وهضربهم كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. انا هعملها لكم بطريقه سهله وان شاء الله هتعجبكم. انا اول مره كنت اجربها في البيت هنا عندي، بس بصراحه النتيجه كانت حلوه جدا. ضربتها في الخلاط زي ما انتم شايفين وحطيت التوابل السماق والفلفل الاسود والبهارات والحبهان والملح. انا حطيت بدل ما عندكيش سماق حطي ليمونه كبيره كامله بتعمل المزازه بتاعت السماق. بعد كده حطيت نص معلقه كبيره عسل ابيض. ما عندكيش عسل ابيض هتحطي نص معلقه سكر، معلقه كبيره نص معلقه كبيره سكر. وهنضرب ده كله في الخلاط. حبيت احط التوابل في الخلاط. انا ما حطيتش ولا زيت ولا سمنه، انا هعملها منها فيها كده. حابه تحطي معلقه سمنه، حابه تحطي حبه زيت زيتون هتبقى حلوه، بس انا حبيت اعملها زي بتاعه المحل. هنا المقطع اتعاد تاني، معلش فيه غلط في الفيديو. المهم ما علينا، هنضربه كويس في الخلاط زي ما قلت لكم. وطبعا هنحط الملح والعسل النحل. العسل النحل بيعمل كرملة حلوة قوي، هتشوفوا في الاخر لونها هيبقى عامل ازاي، وبيعمل برضو طعم حلو جدا. زي ما قلت لكم عندكوش سماق هتحطي ليمونة كبيرة كاملة، بس بجد السماق بيعمل لها لون وطعم حلو جدا. ما ينفعش تحطي ليمون وسماق مع بعض لانها هتبقى مززة جدا ومش هتبقى ظريفة. يا ده يا ده. بعد ما صفيت الفرخة، بعد ما شطفتها حلو جدا وصفيتها، لازم تصفيها حلو علشان ينزل منها اي مية جواها. طبعا غسلتها كويس جدا بالملح والدقيق ونقعتها في الليمون والملح ونغستها كده كلها بالسكينة علشان التتبيلة تتشرب جواها. وبعد كده نزلت بالتتبيلة اللي انتوا شايفينها، وهفضل بقى ادعك الفرخة بالتتبيلة كده زي ما انتوا شايفين علشان تتوزع على الفرخة. ممكن تعملي نفس الخطوات دي بالفرخة عادية، مش لازم فراخ المجمدة، بس انا حبيت اعمل التجربة واوريكم النتيجة بتاعتها. زي ما قلت لكم الفراخ المجمدة ما تاخديش منها شوربة،
ولا تحطيها في طبيخ زي مثلا صينيه البطاطس الني في ني. احسن حاجه الفراخ المجمده يا مشويه يا بروست. البروست اللي هي بتبقى مقليه زي اللي هي كنتاكي كده، ومعظم المحلات اللي بتعمل فراخ بروست بيجيبوا الفراخ المجمده. المهم انا هعملها في الشوايه بتاعه الفرن الكهرباء. اي فرن، مش لو ما عندكيش فرن كهرباء، متهيالي جميع الافران اللي في البيوت فرن البوتاجاز بيبقى فيه شوايه. ناس كتيره قوي ما بتستخدمش الشوايه دي، بجد الفراخ بتاعتها بتبقى حلوه جدا وبتبقى احلى من الفراخ الشوايه اللي بنجيبها من المحلات. المهم انا قعدت، طبعا يستحسن ان كل ما الفرخه بتقعد اكتر في المحل في التتبيله كل ما بتديكي نتيجه حلوه جدا. انا قعدتها هنا 4 ساعات، ادتني نتيجه حلوه. يكون احسن لو انت كمان خليتيها ليله كامله، يعني هتعمليها بكره تعمليها من بالليل. اوكي. المهم دخلتها في الشوايه كده زي ما انتوا شايفين. لازم اهم حاجه نثبت الفرخه حلو علشان تبقى مستويه حلو، ما تتحركش في الشوايه زي ما انتوا شايفين كده. انا جبت العصايه السيخ بتاع الشوايه، واللي هي الرشاقتين دول لازم ترشقيها في قلب الفرخه كده، يعني مش تسنديها كده، لا لازم تدخليها جوه الفرخه زي ما انتم شايفين. هي بيبقى ليها سن كده، وبعد كده هتربطي المحبس بتاع الشوايه ده علشان تثبت الفرخه. طبعا الفرن بتاع البوتاجاز بيبقى فيه نفس السيخ ده، بس بيبقى اكبر. لا ده صغير علشان الفرن كهرباء. انا عملتها في الكهرباء بصراحة، يعني استسهلت الكهرباء كده علشان يعني فرخة صغيرة مش مستاهلة اللي انا اشغل الشواية بتاعت البوتاجاز علشان كبير. وعملت الناحية التانية برضو، رشقتها كده من الناحية التانية علشان تبقى ثابتة زي ما انتوا شايفين. ونربط كويس جدا علشان ما تتحركش، علشان لو دخلت الفرن وسخنت واتحركت مش هتعرفي تعملي فيها اي حاجة خالص. فالاحسن ان انت تتأكدي ان هي مربوطة كويس علشان تديكي نتيجة حلوة. وقلت بقى ايه ألمها كده علشان ما تفضلش بقى تبقى تقيلة على الشواية وهي بتتحرك. حبيت ان انا اربط الوراك، هتشوفوها دلوقتي ربطتها. على فكرة ممكن الطريقة دي تحطوها في كيس حراري او تحطوها في صينية وتحتيها وفوق الصينية شبكة. الفراخ المشوية عشان تديكوا نتيجة حلوة ما تخليش الفراخ تبقى لامسة المية اللي بتنزل منها او الدهن اللي بينزل منها. ده نجاح الفراخ المشوية. جبت بقى لو ما عندكيش شواية، يعني زي ما قلت لك تبقى بعدة عن المية اللي بتنزل منها او الدهون اللي بتنزل منها، ما تبقاش لامساها. بعد كده بقى ربطت الرجل كده علشان يبقى شكلها حلو وتاخد يعني وتعرف كده تتحرك براحتها في الشواية، لان الفرن صغير عندي. ربطت الوراك بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده علشان تبقى ملمومة وشكلها حلو. هتشوفوا معايا بعد كده ان شاء الله لما هحطها في الفرن، هتشوفوا شكلها هيبقى عامل ازاي. بجد انبهرت قوي بالنتيجة وكان شكلها حلو جدا. ممكن تجيبي اي نوع فراخ، مش لازم النوع اللي انا جايباه. بصوا انا موقفاها وما اتحركتش كده، تعرفي ان هي ان شاء الله هتبقى مستوية حلو. انا بقى بحط هنا بقى ايه، بكمل التتبيلة كده. قعدت احط تتبيلة تاني على الفرخة، وبعد كده هروح اركبها في قلب الفرن. انا الفرن اللي عندي كهرباء تورنيدو، النوع ده تورنيدو عشان كذا حد سألني نوع الفرن ايه. ركبتها بالشكل ده. طبعا شوفي التركيب، شوفي الكتالوج اللي عندك لو ما استعملتيش الشواية قبل كده، وشوفي بتتركب ازاي. انا هنا عندي الشواية اللي هي الشمعة اللي فوق وشمعة اللي تحت شغالين مع بعض، وشواية اللي هي بتتحرك، وفي شمعة من فوق بس وشواية. انا علشان لسه حاطة الفرخة فشغلت فوق وتحت علشان تسخني الفرن مع المروحة وتوزع لي درجة الحرارة. انا هنا بقى لقيت الجناح كده عمال يخبط في المية، حطيت صاج ولازم احط فيه مية علشان ما يحرقليش الدنيا. رحت جايبة خلة اسنان ورشقت الجناح كده عقبال ما يلم في السوا علشان ما يقعدش يخبط في المية اللي تحت. حطيت كوباية مية سخنة في الصاج اللي تحت علشان يعمل لي بخار ويسوي لي الفرخة.
وطبعا علشان الدهون ما تنزلش في الفرن وتبوظه حطيت الصاج ده علشان الدهون تنزل فيه، وحطيت ميه علشان تطلع بخار والدهون ما تلزقش فيه. زي ما انتوا شايفين لميت الجنيحه كده وربطه الوراك زي ما انتوا شايفين علشان تديني نتيجة حلوة. وشغلت على اعلى درجة حرارة 250 حسب بقى الفرن اللي عندك درجة حرارته العالية ايه، وظبطتها على اخر وقت. وعملت الشواية الشمعة اللي فوق واللي تحت مع الشواية وبتتحرك زي ما انتوا شايفين كده. هنا بعد 20 دقيقة هنا انا كنت عاملة 60 دقيقة، دلوقتي 40، يعني 20 دقيقة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد لقيت بقى المية ابتدت تنشف، بقيت احط مية، كل ما المية تنشف لازم تحطي مية كمان علشان البخار ده هو اللي هيسوي الفرخة وهو اللي هيديكي نتيجة حلوة. بقيت كده شايلة حبة تتبيلة على جنب، بقيت كل شوية كده ادهن الفرخة من التتبيلة علشان يبقى طعمها حلو. زي بقى ما انتوا شايفين انا حبيت اصور لكم جميع المراحل علشان تعرفوا تعملوها ازاي. حتى بقى لو فرن البوتاجاز هتعملي نفس اللي انا بعمله ده، وعلى فكرة نتيجتها بتبقى احلى في فرن البوتاجاز علشان نار مش كهرباء، النار بتدي سوى اكتر. قلت بقى بعد كده بعد 20 دقيقة شغلت الشمعة اللي فوق بس. بعد كده بقى قلت اعمل رز الشوي. معانا هنا كركم، فلفل اسود، كاري، مرق الدجاج، وسكر وبابريكا وقرفة وبهارات وورق لورا وحبهان، وغسلة هنا رز مصري. هعمل الرز بتاع الشوي اللي انا بعمله، رز المشويات. الرز ده حلو جدا، جربوه بجد هيعجبكم قوي قوي قوي. حطيت بعد كده معلقة سمنة او زبدة وحبة زيت معاهم. حابة تعمليه بزيت بس مش هيفرق كتير. بعد كده ما سيحت الزبدة والزيت او السمنة والزيت، حطيت بقى هحط بعد كده التوابل على السمنة والزيت. هقول لكم التوابل تاني: كركم، كاري، فلفل اسود، بابريكا، بهارات اللي هي 7 بهارات، قرفة، مع سكر، مرق الدجاج، ورقة لورا، و2 حبهان، وطبعا الملح. ونعمل حسابنا ان احنا حاطين مرق الدجاج علشان ما يبقاش مملح قوي. ايه تاني؟ وهنشوح البهارات دي كلها. من كل انا عامله هنا حوالي 1.4 كيلو رز، من كل بهار هنحط نص معلقه صغيره، مش هنكتر قوي علشان ما يبقاش طعمه جامد قوي. وبعد كده بعد ما شوحنا كده البهارات كلها في الزيت لمده بالظبط 5 ثواني تعديهم علشان البهارات ما تمررش معانا. وبعد كده هنحط الزيت ونفضل بقى نحط الرز، وهنفضل بقى نقلب في الرز كده مع الزيت والتوابل لغاية كده ما تلاقي الرز نشف وخروش في قلب الحلة. بعد كده لازم ننزل بمية مغلية علشان الرز يديكي نتيجة حلوة. وهنقلب كده، لازم المية تبقى مغلية، متحطيش مية ساقعة وانتي بتعملي الرز بالذات علشان تبقى النتيجة حلوة ويبقى مفلفل. وبعد كده هنغطي عليه. طبعا الرز المصري لكل كوباية رز 1.5 كوباية مية. انا بقول كده يعني ما عملوش قبل كده، بس انا بعمل بالبركة كده كده. وحطيت شوية ملح صغيرين علشان مرق الدجاج ما لقيتهاش مملحة قوي، لازم تدوقيه مادام حاطه مرق الدجاج. رز الشوي يفضل ان هو يتعمل بمية مش بشوربة عشان يبان طعم البهارات فيه. واول ما هيتشرب هنوطي عليه زيه زي اي رز عادي. هنا بقى بعد 1.5 ساعة من السوا انا وقفتها كده شوية، حسيت ان الصدر ما كانش احمر كفاية، فثبتها وشغلت الشواية بس اللي فوق، الشمعة اللي فوق. وبعد كده طفيت عليها، وبعد 1.5 ساعة كانت استوت. طبعا حسب حرارة كل فرن هتستوي معاكي بعد قد ايه. هتعرفي ازاي تقعدي تنغزيها كده بالسكينة وتعرفي ان هي استوت ولا لا. وما تنسيش ان كل ما المية اللي في الصاج تنقص هتزوديها. بعد كده الرز بقى كان اتعمل هنا وبغرفه زي ما انتم شايفين مفلفل ازاي. بجد الرز ده طعم حلو جدا، وممكن تعمليه جنب كفتة، جنب حواوشي، جنب اي مشويات، بيبقى طعم حلو جدا جدا جدا. وممكن بدل الرز المصري تعملي رز بسمتي بنفس الطريقة.
بس بجد الرز المصري بيبقى حلو فيها. وعملت سلطة خضار وسلطة طحينة. وهنا بقى الفرخة بعد ما استوت والله من غير فلتر ده شكلها بجد طعمها كان حلو جدا، وسواها ما شاء الله كان حلو، والنتيجة كانت حلوة جدا للفراخ المجمدة. جربوا الطريقة دي هتعجبكم. شايفين بقى مستوية ازاي كده، وبجد كان طعمها حلو جدا جدا. اغسليها كويس وصفيها كويس، اهم حاجة تصفيها كويس. على فكرة ده مش دم، ده لون العظم بس بنبع، علشان هي مجمدة مش فريش. الفرق بين المجمدة والفريش ان بيبقى العظم بتاعها محمر شوية او غامق شوية عن العظم بتاع الفريش. بس بجد كانت السوا حلو. شايفين هنا الصدر كان مستوي، وبجد بجد جربوها هتعجبكم. طبعا لو عجبتكم الوصفة متنسوش اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.